أريد أن أجيب عن هذا السؤال في الحقيقة. السؤال التالي، أنا آسف، السؤال التالي. سؤال من RTL. في ال4 سنوات الأخيرة كان هناك تغييرات كثيرة، ولكن أعتقد أن شيء لم يتغير، ألا وهو موهبة ليونيل ميسي. ما الذي تعتقده في المباراة ضد الأرجنتين؟ هل ستكون مباراة مختلفة بالمقارنة بالمباراة منذ 4 سنوات؟ وأنت تقول أن كينغسلي كومان كان يعاني أيضا من الحمى، هل تخشى أن تنتشر العدوى لأنكم تقيمون مع بعضكم البعض؟ هل ربما هناك لاعبين آخرين مصابين؟ نعم، ليونيل ميسي كان في لياقة رائعة منذ بداية البطولة، منذ 4 سنوات كان الأمر مختلفا. نعم، وهو في الحقيقة كان يلعب كمهاجم صريح ضدنا منذ 4 سنوات، ونحن تفاجأنا بذلك، وهو الآن يلعب خلف المهاجم الصريح، وهو في الحقيقة يستلم الكرة كثيرا، يجري أيضا كثيرا، وهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم بطبيعة الحال، وأثبت ذلك أكثر من مرة، ونحن سنحاول أن نحيد خطره وأن نحاول ألا يؤثر على المباراة، وبالطبع أيضا الأرجنتين ستقوم بالمثل في مواجهتنا، وستحاول أن تحيد اللاعبين الفرنسيين، وبالتالي أعتقد أن الأرجنتين التي سنواجهها يوم الأحد مختلفة عن الأرجنتين منذ 4 سنوات. نحن لا نقلق بشأن ذلك كثيرا. وعن موضوع المرض وغير ذلك، أنتم تعرفون أن في الدوحة نحن نتدرب بالخارج، وكان هناك هبوط في درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، وأيضا بالإضافة إلى المكيفات الموجودة في كل مكان طيلة الوقت. ونعم، كان هناك بعض الأعراض التي تشابه أعراض نزلات البرد منتشرة. نحن نحاول أن نتوخى الحذر قدر الإمكان لكي لا يكون هناك انتشار للعدوى، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم أيضا على أرض الملعب، وبالتالي أيضا أعتقد أن جهازهم المناعي يعاني قليلا في الوقت الحالي، وبعضهم يمرضون فورا بعد المباراة، وهذا يحدث بطبيعة الحال عندما تضعف مناعتهم بسبب الإجهاد البدني في أثناء المباراة والإجهاد البدني